بابا، هم فعلا الفلسطينيين باعوا أرضهم لليهود؟ لا يا حبيبي، الحكايه مش كده. تعال احكي لك الحكايه من بدايتها، بس عايزك تركز معايا. مركز جدا. تعال بينا نرجع بالزمن 150 سنه ورا ونشوف ازاي الصهاينه احتلوا فلسطين. والكلام دوت كان سنه 1873، وكانت فلسطين في الوقت ده تابعه للدوله العثمانيه، وكان عدد سكانها حوالي 300 الف نسمه. ال 300 الف نسمه دول كانوا متقسمين 90% عرب مسلمين و4% يهود، وكانوا ال 4% دول عايشين في وسط المجتمع الفلسطيني، وكان عددهم تقريبا حوالي 10,000 نسمه. هما ال7 مليون اللي موجودين في فلسطين جم ازاي؟ هقول لك يا سيدي، اغلب يهود العالم في الوقت ده كانوا عايشين في اوروبا، وخصوصا اوروبا الشرقيه زي روسيا وبولندا واوكرانيا والمانيا واسبانيا والمملكه المتحده وغيرهم كتير. فالاماكن دي اللي كانوا بيبقوا موجودين فيها اليهود كانوا بيعملوا ايه؟ طبعا احنا كلنا عارفين ما كانوش بيروحوا مكان ويقعدوا فيه غير لما يسببوا كل انواع الفساد والخراب. مثلا في روسيا اغتالوا القيصر الروسي اللي هو الاسكندر الثاني. طب ليه يا بابا ما كانوش بيسجنوهم او يعاقبوهم على الحاجات اللي هم بيعملوها دي؟ ايوه، ما هم بالفعل كانوا بيعملوا معاهم كده، بس برضه ما كانش بيجيب معاهم نتيجه. ففي الوقت ده الروس عملوا خطه تطهير موسكو كلها من اليهود، لان هم عارفين ان اي مكان اليهود بيكونوا موجودين فيه بيعم فيه الفساد. فلما دول شرق اوروبا فضلت تطرد في اليهود اللي عندها، راح ظهر واحد في البرلمان البريطاني اسمه لورانس اوليفنت. والعضو ده كان عضو كبير في البرلمان البريطاني، وكان متعاطف قوي مع اليهود، وكان شايف ان الدوله اللي هم يعيشوا فيها دي لازم تكون بعيد خالص عن اوروبا عشان اوروبا ترتاح من المشاكل اللي هم كانوا بيعملوها فيها. وبالفعل الفكره بتاعته دي بدات تنتشر وسط الناس، لغايه اما هو نفسه عمل كتاب اسمه ايه؟ ارض جلعاد. الكتاب ده هو اقترح فيه انشاء مستوطنه يهوديه مكانها فين؟ شرق الاردن. وبالفعل جه عدد كبير من اليهود وراحوا استوطنوا في شرق الاردن. في خلال الاربع سنين اللي كانوا عايشين فيها في الاردن دول، كانوا بيقعدوا طول النهار يزرعوا الارض ويجوا بالليل يحموا الارض بتاعتهم. فكان بيصدر منهم تصرفات عجيبه جدا ومريبه بالنسبه لاهل الاردن. وبعدين اهل الاردن حسوا ان الجماعه دول وراهم نوايا خبيثه، وراهم في حاجه مش مظبوطه، لان عرفوا ان المستوطنين دول معاهم فلوس وبيجوا بيشتروا اراضي وعمالين يوسعوا الدايره بتاعتهم. قبائل الأردن قرروا إن هم يعملوا مع بعض اجتماع ويناقشوا فيه الناس الخبيثة دي هيتصرفوا معاهم إزاي. وفي نهاية الاجتماع اتفقوا إن هم يطردوا كل اليهود اللي موجودين في الأردن، وبالفعل طردوهم وحرقوا كل المستوطنات اللي اليهود كانوا عايشين فيها. وفي الزمن ده، في الوقت ده، كانت الأردن تحت الحكم العثماني. وبعدين قررت الأردن إن هي تكتب عريضة وتقدمها للدولة العثمانية وتطلب بالحرف الواحد كده بطلوا تهجير اليهود عشان عمالين يمتلكوا أراضي في شرق الأردن. بالفعل الدولة العثمانية استجابت لطلبهم، وللأسف اتنقل اليهود من شرق نهر الأردن راحوا فين؟ راحوا غرب نهر الأردن. وغرب نهر الأردن ده اللي هو إيه يا أدهم؟ فلسطين، بالأخص مناطق صفد وعكا والنصرة. وبالفعل ركز معايا بقى، أنت مركز ولا مش مركز أصلا؟ ركز طبعا، كمل. تمام. واول ما دخلوا بقى الاراضي الفلسطينيه عجبهم الحال وقالوا احنا هنستوطن في المكان الجميل ده، وقرروا ان هم يشتروا 200 قطعه ارض. ايوه، هيشتروها من مين بقى؟ سؤال جميل، انت كده مركز. هيشتروها من مين يا ادهم؟ من الدوله العثمانيه. هيشتروا الاراضي الفلسطينيه من مين؟ من الدوله العثمانيه، لان في الوقت ده كانت الاردن وفلسطين تحت استعمار الدوله العثمانيه. ايوه، يبقى الدوله العثمانيه هي اللي باعت لهم الاراضي. لا طبعا، الخطة بتاعتهم فشلت فشل ذريع، وردت عليهم الدولة العثمانية وقالت لهم بالحرف الواحد الأراضي دي أراضي فلسطينية مقدسة ملك الجميع المسلمين، وانتم ما ينفعش تشتروها. ودلوقتي بعد ما هم فشلوا في إقامتهم في شرق أوروبا بعد كل المجازر اللي كانوا بيعملوها هناك واتطردوا منها طرد الكلاب، وبعد كده راحوا شرق الأردن، وبعد كده راحوا غرب الأردن اللي هي فلسطين وحاولوا إن هم يستوطنوا فيها وبرضه فشلوا. ظهر بقى هنا كاتب وصحفي يهودي بالغرب، والكاتب والصحفي ده كان من النمسا وكان اسمه ادوارد هيرزل. ادوارد قال ايه؟ قال كفايه بقى العالم كله لغايه هنا يقعد يضطهد اليهود لازم يكون لهم وطن خاص بيهم، مش هيفضلوا متنطورين كده في العالم كله، شويه في افريقيا، شويه في اوروبا، شويه في الشرق الاوسط. لازم يكون لهم وطن خاص بيهم ودوله خاصه بيهم. ومن هنا بدأ المؤتمر الصهيوني الاول، وكان المؤتمر ده يوم 29 أغسطس سنة 1897. وحضر بقى في المؤتمر ده قادة اليهود كلهم على مستوى العالم،
وكان من ضمن الناس اللي حاضره في المؤتمر ده العيله الاغنى في الكون كله، وهي عائله روتشيلد. وعائله روتشيلد ديت العيله اليهوديه دي كانت بتمتلك البنك المركزي العالمي، وهي كانت السبب الرئيسي في دعم اسرائيل. وبداوا في مناقشه مشروع فين يكون الوطن اللي هيقعد فيه اليهود. وبعدين قادة اليهود ومن ضمنهم العائلة الأغنى على مستوى العالم عائلة روتشيلد قالوا احنا لازم نجمع من بعض كلنا ونمول مشروع ازاي نقيم دولة مستقلة للكيان الصهيوني. واحتاروا يكون فين الوطن ده، فلسطين ولا الأرجنتين ولا أوغندا، ووقع الاختيار على ايه؟ على فلسطين. وبالفعل بدأوا يجمعوا الأموال وخدوا بعضهم وطلعوا على فلسطين، وراحوا للدولة العثمانية وعرضوا عليها مبلغ 20 مليون جنيه استرليني. رفضت الدولة العثمانية وقالت لهم برضو تاني الرد اللي قالته لهم في المرة اللي فاتت، اللي هو ايه؟ الأراضي الفلسطينية أراضي مقدسة وملك للمسلمين جميعا. بالظبط كده، برافو عليك. والناس اللي مخها تخين دي أخيرا فهموا إن مفيش وطن يقدروا يشتروه بالفلوس. وهنا بقى جت الضربة الكبرى وقامت الحرب العالمية الأولى اللي انشغل فيها كل دول العالم. واشتركت في الحرب العالمية دي الدولة العثمانية، بالرغم ان الدولة العثمانية كانت غير مؤهلة للحرب، بس برضه راحت واشتركت في الحرب. وانتهت الحرب العالمية الأولى بفوز روسيا وبريطانيا وفرنسا، وانتهت بهزيمة ألمانيا والدولة العثمانية. وركز معايا بقى، معروف في القانون بتاع الحرب ان الدول اللي تخسر بتعطي كل الغنايم بتاعتها للدول اللي فازت في الحرب. وهنا بقى الدول العربية توزعت. ركز معايا بقى، بقت الأردن وفلسطين من نصيب بريطانيا، ولبنان وسوريا تحت حكم فرنسا. واللي بيحصل ده بقى التوزيعة دي اسمها ايه؟ انتداب. يعني إيه يا بابا انتداب؟ اقول لك يعني الانتداب ده يعني من حق الدولة المنتدبة اللي هي مثلا بريطانيا تتحكم في الشؤون الداخلية والخارجية للدول اللي تحتها، وكذلك فرنسا. وهنا اول حاجة بريطانيا عملتها فكرت ازاي تتخلص من اليهود اللي في اوروبا كلهم وبما فيهم بريطانيا برضو وتهجرهم لفلسطين. وعشان تحقق ده طلعت حوالي 100 قانون يسمح لليهود بان هم يستوطنوا في فلسطين. وهنا طلع حاجة اسمها وعد بلفور اللي هو كان صدمة لكل الدول العربية. إيه وعد بلفور ده؟ ده يا سيدي كان الشرارة الأولى لدخول اليهود فلسطين ويقعدوا فيها. طبعا فضلت بريطانيا تسهل لهم اماكن اقامه في فلسطين، وهم طبعا ما صدقوا وفضلوا يجوا باعداد كبيره جدا من كل مكان في العالم. كل الدول اللي ما كانتش طايقاهم ومش عايزاهم عندها فضلوا يسيبوا الدول دي كلها ويتهجروا باعداد كبيره ويجوا فلسطين. واستمر الوضع ده 35 سنه، يجوا من كل دول العالم ويستوطنوا في فلسطين. واستمر الوضع بالشكل ده لغايه اما جت الحرب العالميه الثانيه. مين اللي فاز في الحرب العالمية الثانية؟ دول الحلفاء، ومن ضمنهم بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا. لكن بعد الحرب كانوا استنزفوا كل طاقتهم. سنة 1946 الاستعمار الفرنسي رفع ايديه عن سوريا ولبنان، والاستعمار البريطاني رفع ايديه عن الأردن، ولكن ركز بقى معايا في الحتة دي، ما قدرش يرفع ايديه عن فلسطين لانه اصبح متورط في القضيه اللي هو صنعها بنفسه، ان هو جاب اليهود كلهم من كل دول العالم وبقى مستوطنين في فلسطين، فمش عارف يتنصل من الحته ديت، وفضل حاطط ايديه على فلسطين وما زال هو المنتدب. تفتكر يا ادهم بقى انت لو مكان الانتداب البريطاني كنت هتعمل ايه؟ مش عارف. انا هقول لك بقى عمل ايه. رفع ملف فلسطين للامم المتحده، والامم المتحده ادت اصعب قرار في القضية الفلسطينية كلها. قرار بيقول ان تتقسم فلسطين لثلاث مجموعات، 55% يقعدوا فيها الإسرائيليين، و44% من الأراضي يقعدوا فيها الفلسطينيين، و1% للقدس، وال1% ده تكون أرض محايدة. وطبعا بريطانيا كانت لسه موجودة في المكان دوت عشان تضمن سلامة اليهود. وطبعا اليهود أول ما عرفوا بالقرار ده احتفالات ومهرجانات، فرحوا بيه قوي. والفلسطينيين طبعا رافضين تماما القرار ده، بس ما كانش فيه في ايديهم حاجه يعملوها. وبما ان الولايات المتحده اصبحت معتمده دوله اسرائيل، هنا بريطانيا رفعت ايديها عن الانتداب الفلسطيني. وبريطانيا قبل ما تمشي عملت اخبث حركه ممكن تتخيلها. عملت ايه؟ اقول لك يا سيدي عملت ايه. قبل ما تمشي راحت سايبه الاسلحه بتاعتها كلها وباعتها لمين؟ لليهود، وقالت لليهود كل الاسلحه اهي معاكي، وانت وشطارتك بقى انك تاخدي كل الاراضي اللي انت عايزاها. وبعد التاريخ ده
حصلت النكبة. وهنا بعد ما بريطانيا ادت لليهود الأسلحة بتاعتها، بدأوا اليهود يحضروا لليوم اللي كانوا مستنيينه بقالهم سنين. وهنا طبعا المعادلة واضحة جدا، أي معركة هتدور بين إسرائيل وفلسطين هتكون محسومة لإسرائيل اللي عندها السلاح. وهنا كانت أسوأ سنة في تاريخ العرب. تخيل الإسرائيليين اللي معاهم كل الأسلحة القوية دي بدأوا يشكلوا عصابات وبدأوا يهجموا على الفلسطينيين في بيوتهم، وبدأوا يهجروهم من بيوتهم ويسرقوهم ويقتلوهم وينهبوهم ويعملوا فيهم أبشع الجرائم، وكل ده عشان يخرجوهم من بيوتهم ويهجروهم غصب عنهم، وكل ده بقوة السلاح. ووصل عدد المذابح في الوقت ده 24 مذبحة، وكل الضحايا الفلسطينيين مدنيين معهمش أسلحة. طب يا بابا، ما هو ده مش عدل، ليه بيعملوا كده؟ هقول لك يا سيدي، الفلسطينيين ما كانش عندهم سلاح، لكن اليهود اخذوا السلاح بتاع بريطانيا، والسلاح بتاع بريطانيا ده كان فيه معدات تقيله واسلحه قويه جدا، الاسلحه اللي احتلوا بيها الاحتلال البريطاني الاردن وفلسطين. وفي خلال 6 شهور قدروا يخرجوا الفلسطينيين من بيوتهم ومن اراضيهم، وقدروا وقتها يستحوذوا على اكبر عدد من الاراضي والبيوت الفلسطينيه. وبسبب ظلمهم وجبروتهم وبجاحتهم قدروا يعملوا دوله اسمها اسرائيل. بس في الواقع مفيش دولة اسمها إسرائيل. ومش بس كده، ده كمان عشان إسرائيل تثبت نفسها قدام العالم كله إن أنا دولة هو موجودة وليا أرض وليا كيان وكده، طبقت قانون اسمه ملكية الغائبين. يعني إيه؟ هقول لك يا سيدي، القانون ده هو قانون الاحتلال اللي هم بيدوا لنفسهم الحق إن هم يستولوا على أراضي الفلسطينيين بدون وجه حق وبدون ما يستأذنوا أصحابها. بمعنى أصح يعني يسرقوا بيوت الناس ويقولوا إنها بتاعتنا. وطبعا أنا وأنت عارفين إن إسرائيل ما تعرفش تعمل اي حاجه لوحدها، ومين اللي بيدعمها دايما وواقف في ظهرها من زمان ودلوقتي؟ أمريكا طبعا. برافو عليك. وقدر الكيان الصهيوني بقوه السلاح وتحت القوه الجبريه والدعم من ماما امريكا ان هو يستحوذ على الاراضي الفلسطينيه. بعد ما كان يملك 55% ظلم من الاراضي الفلسطينيه، اصبح الان يمتلك اكتر من 80% من الاراضي الفلسطينيه. طبعا النسبه اللي احنا بنتكلم عليها دي ما بتزيدش بالرضا، دي بتزيد بالقوه الجبريه وبتزيد بقوه السلاح. وعشان كده كل سنه بنسمع عن حرب وعن مجازر في اهل غزه، واهل غزه صامدين ومش عايزين يسيبوا لهم شبر من ارضهم. الكيان الصهيوني ما بيزهقش وبيحاول يقطع عنهم الاكل والميه وكل سبل الانسانيه، وبيحاولوا يضيقوا عليهم الدنيا على قد ما يقدروا، وفاشلين في النهايه. واهل غزه صامدين للنهايه. بابا، هو احنا ممكن نعمل ايه عشان نساعدهم؟ هقول لك، طبعا اهم حاجه ان احنا ندعي لهم. اوعى ابدا ايمانك بربنا يقل، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هينصرهم ولو بعد حين. نمره 2، نقاطع كل المنتجات اللي هم بيجيبوها لنا، كلها غالبيتها اكل وشرب. نقاطع كل المنتجات دي، لان انت الجنيه اللي بتدفعه ده بيروح لجيوب ناس بيشتروا بيه سلاح وبيشتروا بيه رصاصه بيستنزفوا بيها دم اخواتنا. فاول حاجه ان احنا نعملها، واوعى تنسى، ومش اليومين دول بس، ده على مدار السنين اللي جايه، تقاطع اي منتج بيساعد وبيدعم الكيان الصهيوني وبيدعموا امريكا وبيصدروا لنا المنتجات دي واحنا بنشتريها واحنا مش فاهمين. دلوقتي احنا عارفين كل المنتجات اللي ما نشتريهاش. اوعى تنسى، ده احنا هنطبق الكلام ده من النهارده ولغايه اخر يوم في عمرنا. واوعى تستهون بالحركه دي خالص، الحركه دي هتدمرهم اقتصاديا، الحركه دي هتجننهم، الحركه ديت هنعرفهم ان احنا حتى لو ما بندعمش بشكل مباشر، بس العرب برضو ايد واحده، وعلى قد ما نقدر على قد ما نقدر نوعي اصحابنا ونعرف الناس كلها المنتج ده نجيبه او المنتج ده ما نجيبوش. واخر حاجه بقى ان احنا ننشر الحقائق على كل وسائل التواصل الاجتماعي، لان هم بيعملوا العكس وبيثبتوا للعالم كله ان هي الدوله المظلومه وان هي الدوله الجريحه وان ده حقها. لكن انت كده فهمت ان الارض كانت بنسبه 100% ارض فلسطينيه. هم بيحاولوا يثبتوا العكس، لكن هم كيان محتل، هم بيحاولوا يعملوا حاجه اسمها اسرائيل، لكن الواقع مفيش حاجه اسمها اسرائيل، مفيش حاجه اسمها اسرائيل.